السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت إن شاء الله غادي نشاركو معكم واحد الخدمة اللي كان دخلنا فيها العود ديال الليزر. وهذا خوت راه الصارو اللي بديناه، راه حطينا فيه هاد البريباراسيون الاولى، كتحط هي فين كدور السيركل ديالك. وان شاء الله التصويره هادي راه فيها دوبل ليزر، وغيكون فيه هذاك العود الخشب الليزر. هو كما كتشوفوا الخوت، هذه هي البلاصه ديالو. خلينا ليه دابا فيني. السيد بغا شويه، قالك ديرو شويه عريض باش يبان. تقريبا درنا فيه واحد 28 سنتيم، على حساب الذوق ديال الكليان كله والذوق ديالو. كاين اللي يبغي صغير، كاين اللي يبغي شويه عريض، على حساب. هنا جوانكرو خدمنا بجوانكرو عادي من جهه الحيط 6 سنتيم على 4. وهاد الوسط الخوت راه خدمنا فيه كما قلت لكم 28 سنتيم اللي دايره دابا مع السيركل. ملي كتكون السيركل دايره راه كتعطي شويه كبير. وهاد الدوبل ايزار الخوت اللي راه الصالون تقريبا خرجنا الركاب ديالو قد الطول قد العرض، اللي غيعطي واحد الديكور ان شاء الله مزيان. وبالنسبه جا قدامو هاد المراحل اللي تبارك الله كبير شويه. هاد المراحل خوت، هاد الحيوط راه غتكون فيهم تحجرات. هاد الحيط اللي انفاس مع الصالون اللي فيه تلفازه، وواحد الحيط على يدي اليسر او هذا ديال الحمام، تا هو غادي تكون فيه تا هو واحد الحجر بالليد ديالو. هذا غيكون فيه ديكور ديال التلفازه. المهم الخوت هادي هي التصويره ديال الصالون اللي خدمنا عليها. وهاد المراحل خوت هو كما كتشوفوا، تا هو راه غيكون فيه واحد الطابيات ديال العود اللي فيهم 45 تقريبا ل 90. الجناب ديال الحيط الخوت راه خلينا من غيهبط الديكور ديالنا. راه كما كتشوفوا حاكمنا واحد الفوندو في الكولوار. الواحد ديما يبغي يخدم الخدمه الخوت، يعرف منين يبداها، وكما نقولوا عرف منين يبداها ومنين غيساليها. ماشي عير الحق ويبدا خدام على الاخر تيخرجوا ليه. هاد الخاويه الخوت راه خليناه هنا باش الجوان كرو ديالنا ما يتضرب ما والو، ديما يبقى دايز مزيان. وخلينا هاد 10 سنتيم اللي خاويه من جهه الحيط. وعندنا هاد الخرج اللي خارج بها الباب داخل في الدار هنا الخوت. ها هي كما كتشوفوا راه غادي نجمعوها مع الصالون باش يجينا هاد المرح ركاب على حساب هاد العود اللي عطينا. بالنسبه للتقسامه الخوت ديال الطابيات اللي كاينين وسط المراح، راه خلينا الخاوي ما بيناتهم وما بين النيو وما بين ليزار وما بين هادوك ثلاثه. راه مشى الخاوي قد ان شاء الله. ملي غيشعل فيهم الليد راه غيبان لك الضو متوازن فيهم في الوسط ديالهم، والعود اللي غيعطي واحد الجماليه اللهم بارك. المهم تبعونا الخوت، واخا الفيديو شويه طويل، غادي ان شاء الله اي واحد اللي بغى يصلح ولا داك غيستافد غياخد فكره. ولا من الناس اللي مبتدئين في الحرفه، ولا من الناس اللي غيصلحوا الديور، باش كيما نقولوا خاصك تعرف منين تبدا الخدمه ومنين غتساليها. درنا هاد الفوس بودر الخوت اللي ما بين الصالون والمراح ان شاء الله، هو اللي الا كان شي سيباراسيون ديال العود، او الانسان اللي بغى يصبغ غير المراح بوحدو والصالون بوحدو، كيبقى واحد يسيباري ما بينهم وبين هذا باش يعطيك واحد الشوفه اللي مزيانه. هاد الخاويه الخوت هذا راه ان شاء الله راه ما غاديش نحطو، غيبقى هو الاخر تنحطو الحجر. للتذكير ديال التصوير الخوت اللي عطاني مول الدار خدمت ليه عليها. غير هما دوك طالعين من الحيط حنا جبناهم في الوسط، حيت هو عنده الديكور ديال التلفازه هو كما كتشوفوا. هذا الخوت غيكون فيه واحد الحجر. هاد الحيط هذا اللي تقابناه جا ما بيننا وبين الجيران. تقابلنا على حساب الجار. واحد النهار يبغي يدير شي اصلاح ولا داك، راه كاين اللي تيلحق يحك القبص على الحيط، راه تيكون شويه ريسك. يكون شي اصلاح ولا شي حاجه يقدر غير يضرب يبدا يتشقق ولا ينوض، راه داكشي شويه خدمه ماشي هي هذيك. من الاحسن الواحد يتقب شويه واش كيسال الناس اللي حدا الجيران، وشكون تا خدمه صحيحه. دابا انا خليت داك خاوي الحجر غيدخل الفوق وغيكون تما، واخا يضرب واخا يدير غير ما خصوش يخرج عند الجار، الحيط ديال الجار وصافي. المهم الخوت، هاد الخدمه ديالنا راه خدمناها من فوق البلينتا باش يبقى ديك 7 سنتيم لتحت. الا بغات تسيق مولا الدار ولا داكشي ما عمرو يتوشى الكابس ولا شي حاجه، ديما كيبقى بعيد. هاد الباب الخوت هذا راه ان شاء الله الحجر ديالو تا هو غيكون مغلف بالحجر. بغا مول الدار قال لك يكون اون فاس مع الدار ديال الحمام، جا كيشوف فيه بغا نخدمو بهداك الحجر اللي غيكون فيه. وراه بزاف الناس غيقول لي مشارجي وهذا، راه الخوت حنا راه مسيرين ماشي مخيرين، راه كل واحد الذوق ديالو. كل واحد اللي تيبغي شي حاجه راه ما يقدرش. كتنصح كتشوف شي واحد هو باغي واحد الحاجه وتعب دار واحد الدار بغا يشوف واحد الحاجه، راه ما يمكنش تحرمو منها ولا تقول لي لا ما نديرهاش لك. راه الا قلتي لي لا ولا داك راه بحال تسميتي غتفرض على راسك. كتعطيه الاختيارات اللي مزيانين، وديك الساعه كيوافقك هو في بعض الحوايج هو باغيهم هو مراسو، راه ما يمكنش تقدر تقول لي لا ولا. راه كتعطي النصيحه وصافي وكترجع للور. غير اللي ما كتجيش، اللي ما كتكونش كتجي راه ما تقدرش ديرها. كتقول له ودي راه التصويره لا شتي في هاد البلاصه وهنا راه ما نقدرش نجي. المهم الخوت كما قلت لكم هاد الحجر تا هو راه خلينا هاد الخاوي ديالو اللي غيدخل لنا في الظهر ديال الحمام.
وديما الا بغيتي تهبط شي ديكور من الفوق ولا داك خلي ليه ليسباس ديالو في الاول باش تخدم عليه ان شاء الله. الفوس بودر ديالنا هو الخوت، راه كيما قلت لكم اللي فرق ما بين الصالون راه مازال غيدور هنا ان شاء الله جيت الباب باش المرح ديالنا يبقى، حيت لا جينا ندورو جوانكرو هنا راه غنضربو هاد البلاصه الخوت هنا باش يبقى عندنا حنا الاطار الوسطاني يبقى ركاب، والخدمه ديالنا هي هبطنا الديكور ديالنا ديال العشرة، وجوانكرو ديالنا هو بقى 6 سنتيم اللي غادي اللهم بارك كيما كتشوفوا. وهاد الهبوط الخوت هذا راه هاد الهبوط هذا في هاد لانيش هنايا وديال التلفاز هذا اللي غادي راه غيمشي ميزان وغيمشي مع الفوندو اللي في المراح في الكولوار. غير خليكم معنا باش تشوفوا ان شاء الله كيفاش قلت لكم الخدمه خاص تعرف منين تبداها ومنين غتساليها. حيت بقى الحرفيه كيدخل الدار كيدوخ كيبغي غير يزرب يخدم ولا مبرزطوك ليان اخر. كنقول اي حريفي دخلتي شي دار ركز مع داك السيد تتسالي ما عاد شوف واحد اخر، راه ما يمكنش لك غادي تخدم لكل شيء وما يمكنش لك غادي ترضي كل شيء. اللهم اللي بغى الله هي اللي غادي تكون، كل حاجه كتمشي بالاجال ديالها. الخوت هاد الحجر راه حاطين هاد الحجر المثقب اللي كيعطي واحد الديكور اللي زوين، وان شاء الله مازال غنتقبوا واحد السيركلات هنا. هاد الحجر الخوت هذا اللي درنا في الظهر ديال الحمامه هو كما كتشوفوا تا هو اللي غيعطي واحد الجماليه اللي رائعه، تا هو كيدخل فيه غير واحد شويه لسانس وداكشي اللي كيعطيه زوين. وغيكون فيه الليد ديالو ان شاء الله غيكون داير الليد ديالو، تا هو الليد ديالو اللي كيعطي واحد الديكور اللي مزيان. والتحت ديالو الخوت راه كما كتشوفوا في الفيديو راه هزيناه حد 7 سنتيم على حساب الماء. هادو الخوت راه يكون فيهم واحد لينيشات واحد البيلات صغار، هاد السيركلات اللي درت انا على اليد الايمن وعلى اليد اليسار غنفتحوا واحد الاطارات اللي غيكونوا بحال المستطيلات غيكونوا تا هما معمرين هذيك البلاصه. وكما قلت لكم الخوت هذا راه اختيار ديال مول الدار، انا راه كي امرني راه كتجمع داكشي كتناصحو تقول له ودي لا يقول لك اودي راه بغيتو هادي ما يمكنش لك تقدر. هنا الخوت هي التصويره ديال الديكور اللي كامل ان شاء الله راه يبقى فيه غير الضوء. والباب هو الخوت راه تخدم، حنا راه كنا مكاشين الباب الخوت ولكن ملي كتبدا تفيني راه كتحط على الكادر. هنا راه توشلنا شويه الكادر، راه كدير واحد الشيفونه اللي فازقه شويه وكتمسح هذاك الكادر راه غادي ان شاء الله ملي تنيطويا راه ما كتبقى حتى شي حاجه. والفكره الخوت هي كيفاش قلت لكم راه خصنا تندوزو هذا الحجر هذا باش نحطوا عليه الفوس بودر ديالنا الفوق ان شاء الله. دابا هذا راه كمل هو اللي غادي يجي عليه الفوس بودر ديالنا ان شاء الله. بالنسبه لهاد الجناب راه خلينا واحد الجنب على اليمين وعلى اليسار ديال الديكور ديال التلفازه اللي غتركب واحد لينيشا من الفوق غتضرب على الضوء كتضرب من الفوق حتى لتحت كتعطي واحد الاناره اللي مزيانه. وهذا هو الديكور ديالنا الخوت راه ان شاء الله مازال غيركبوا فيه واحد لينيش اللي صغاي ورين واحد البايلات اللي كيضويو ولا دوك الدوارات اللي غيضربوا بشي لون ولا يبقاو بحال هكا ديك الساعه راه كيشوف الدار عاوتاني مع السباق. المهم حنا الفكره راه كيما قلت لكم كيبغيها مولانا حنا طبقناها. وهاد الحجر الخوت هاد فوس بودر راه حكم عليا انني ما نحطوش هذا اللي هنا، سنحط هاد الحجر باش نجيبو على داك الحرف ديال المولور هذا راه سدينا به الخدمه. كما كتشوفوا هنا الفوس بودر ديالنا عاد يمكننا نحطو هنا باش الخدمه تبقى غاديه دايزه نقيه ونبقى هدا كما كنقول. الديكور الخوت هذا اللي درنا هنا في الدار ديال الحمام راه تا هو غيعطي واحد المنظر اللي مزيان. وكتسهلنا حتى من ديك الرطوبه اللي كتبقى تخرج لك كيتقشر لك الحائط ولا داك لا كان عير واحد شويه الماء كيفويتيه شويه تيبدا يقطر لك على برا وبدا الحيط ديما خاصك تصابو. الخوت الكولوار ديالنا هو سدينا اللي كان فيه الفوندو هنا اللي غادي للبيوته كما كتشوفوا راه خدمنا عليه في الاول الميزان ديالو باش يدوز لينا من هنايا باش ديما كتشوف ديك الشوفه كيبقى يبغي لك داكشي كامل مقاد ان شاء الله. المهم هذا هو الخدمه ديالنا الخوت راه حنا شاركنا معكم ان شاء الله. ومازال راه الفيديو مازال باقي فيه ما يدار صبروا معنا. حاولت باش نعطيكم ما امكن ديتاي على الخدمه. تقدروا شي حريفيه اللي ما يدخلش معك الديتاي اللي ما يوريكش شنو كاين كيخليك مثلا يعطيك تصاور ولا داك وانت راه كتدير. المهم هذه هي الفكره الخوت وخليكم معنا ان شاء الله نبغى نحطوا العود. هاد البيت الخوت راني ما صورتوش اللي درنا فيه هاد العود ديال الخشب هذا الشان الخوت. الشان مجند كيما كيقولوا مجلد بالكونت بلاكي حيت الشان ديال 4 المينيم وكيجلدوه بالكونت بلاكي بحال كيشكوله فوق منه باش هذا كيطبعوا الروبو باش في الواجهه كيبقى الشان وكيكون تغليظ في البيسوز ديالو ما كيكونش حيت فيها 4 المينيم نص سنتيم قل المينيم. هذا الخوت انا راني رجعت ان شاء الله هنا غير باش نسد شي تقيبات اللي خرج منهم التريسيا اللي ديالو باش دخل ترونسفورات. وهنا الخوت الدوره باقي مازال ما مريقلش راه غير شاعلو راه فيه الالوان
هذا ان شاء الله كتخرج واحد العين وكتحكم فيها بالتليكمون. حتى من الاحسن الانسان اللي بغى يدير هاد الليد يزيد واحد شويه، راه داير تقريبا 35 درهم المترو، وياخذ هذه الالوان. راه عندك التليكمون ديالك فيكسي في اللون اللي بغيتي، حيت الا مشيتي درتي واحد لون واحد راه كيتفيكس عليك، واحد النهار تقدر ما يعجبكش خاصك تبدل الصمطه كامله. هذا هو المراح ديالنا الخوت اللي درنا في ديك 45 ل 90. حتى هو راه الشان ان شاء الله ملي تفضوا وتشوفوا اللون ديالو كيبقى اللون ديال العود طبيعي بنهار، وباللي راه ملي كتشعل الضوء. هذا هو العود ديالنا الخوت. والليد راه كيتبدل كيما قلت لكم، راه دابا راه غير شعلوا شاركوا كلشي وشعلوا باش يشوفوا الضوء ديالو، ونشوفوا ان شاء الله مع العود كيفاش داير. والنتيجه الخوت راه هي هذه كما كتشوفوا. لينيش اللي قلت لكم الخوت راه شعل لهم الضوء ديالهم. وهذا هو العود ديالنا الخوت. بالنسبه للصالون الكاشريدو راه ديما ديروا فيه الخوت 15 سنتيم راه مزيان. وهنا ان شاء الله راه مازال غتكون واحد التريه كاسري اللي في داك السيركل الوسطاني. وعاود ثاني راه بزاف الناس يقدر يقول لك اودي راه خدمه مشارجي، وهذا حنا راه كتنفذ الخدمه كيما بغا مول الدار، وديك الساعه راه هو اللي غيسكن. انا كتنصح في الاول، راه بزاف كليا اللي خدموا معايا من اليوتيوب وعرفوا الطريقه ديالي والتعامل ديالي، كنصح ما امكن. وملي كتشوف انسان بغى واحد الحاجه ما يمكنش لك تحرمو منها. الخوت هذه راه هي النتيجه النهائيه ديالنا. نخليكم مع هذا المقطع، واللي شاف الفيديو الخوت ما تنساوش خلونا واحد لايك تشجعونا بها ان شاء الله، واللي ما مابونيش يتابونا باش يبقى يوصلوا ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.